المعاش المبكر في قانون التأمينات، ولغم من صدر لهم قرارات حكومية قبل القانون ولم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن. قالوا يا جمال به يا عوض. ولكن قبل ما ندخل في معرفة التفاصيل لما ورد إلينا الآن، ندعوكم أولا بدعمك للقناة بالإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد الذي أصبح عشماوي لمن صدر لهم قرارات للمعاش المبكر، ونظرا للروتين في ضم فترات عملهم إلى العمل الحكومي كي تصل للمدة المقررة للحصول على معاشهم. وجاء القانون الجديد ويتل غرافات وشكاوى وصراخات يطلقها يوميا عشرات الآلاف من المصريين الذين غدر بهم القانون رقم 148 لسنة 2019، قانون التأمينات والمعاشات الذي بدأ تطبيقه في الأول من يناير 2020. وبالرغم من أننا في دولة 30 يونيو التي نراهن على عدالتها، إلا أن تلك الصراخات اليومية المؤلمة تذهب في فراغ الصمت العجيب، حتى أن وزارة التضامن الاجتماعي عندما تتكرم بالرد مصادفة لا نجد في الرد سوى سكب المزيد من البنزين على النار. 7 أشهر انقضت منذ بدء تطبيق القانون ولم تصدر اللائحة التنفيذية له، اللائحة التي تفسر الغامض وتشرح الإجراءات وتحدد الحقوق والواجبات ما زالت تائهة في طرقات الوزارة ومبنى مجلس الوزارة، وهو ما جعل مكاتب التأمينات في عموم الجمهورية عبارة عن حلبة للجدال غير المتكافئ بين المتضررين من القانون وموظفي التأمينات. المتضررون هم من أمضوا 20 عاما من العمل ودفعوا اشتراكات منتظمة وخرجوا معاش قبل صدور القانون، وأوقفهم القانون الجديد حتى تصدر اللائحة التنفيذية. المتضررون هم عشرات الآلاف من المواطنين الذين تقترب أعمارهم الآن بين 45 و50، هم الذين تحملوا في القطاع الحكومي والخاص وربما القطاع العام مرارات صاحب العمل ونبطشيات السهر على ماكينات الإنتاج، تحملوا عذاب القوانين التي تعاقب ولا تمنح مزايا لهم. عاش هؤلاء 20 عام من الخوف حتى لا يقطع صاحب العمل رزقهم بالفصل التعسفي وينغلق ملفهم التأميني فيجوع أطفالهم وقت استحقاقهم للمعاش. ولسبب أو آخر، سواء غلق المنشأة أو تسريح لنسبة من العمال أو استقالة إجبارية، يتجه من أرهقة الزمن للحصول على معاشه بيفاجئ بالصدمة، لا معاش ولا رد للمدخرات ولا يحزنون. يهرول إلى مصنع جديد محاولا الالتحاق بعمل يعيل به أسرته فيتلقى الصدمة الثانية. السن لا يسمح بالتعيين، حيث يشترط عدم تعيين من تجاوز 30 سنة. إذن أين المفر؟ في زمن مبارك بعض المؤسسات كانت تحرص على تحرير استمارة 6 ضمن أوراق التعيين، ويعلم بذلك مكاتب العمل ومكاتب التأمينات وكل من خدم في زمن الثمانينيات والتسعينيات، ذلك الزمن الذي تعهد بتصدير أصعب جيل وأصعب حياة إلى مصرنا المحروسة. وتكتمل حلقات مسلسل القضاء على هذا الجيل تماما بحرمانه من المعاش بشكل قانوني.
تابعت صفحات على الفيسبوك وتويتر يبكي أعضاؤها دما على أعمارهم التي ذهبت دون ثمن، والغريب هو أن هذا الجيل تحديدا أستطيع وصفه بالجيل الأكثر التزاما وارتباطا بتراب هذا الوطن. هم أبطال اللجان الشعبية التي حافظت على أمن مصر عندما انهارت منظومة الأمن بعد 25 يناير. هو الجيل الذي يمثل الآن الخطوط الخلفية لجيشنا العظيم في حربه ضد الإرهاب وأي حروب أخرى. هو الجيل الذي تحمل تعويم الجنيه دفاعا عن الاقتصاد المصري. هو الجيل الذي اعتصرته مافيا الدروس الخصوصية لتعليم أبنائه، وها هو يقدمهم للوطن جنود في ساحات العمل والفداء. هو أن هذا الجيل تحديدا أستطيع وصفه بالجيل الأكثر التزاما وارتباطا بتراب هذا الوطن. هم أبطال اللجان الشعبية التي حافظت على أمن مصر عندما انهارت منظومة الأمن بعد 25 يناير. هو الجيل الذي يمثل الآن الخطوط الخلفية لجيشنا العظيم في حربه ضد الإرهاب وأي حروب أخرى. هو الجيل الذي تحمل تعويم الجنيه دفاعا عن الاقتصاد المصري. هو الجيل الذي اعتصرته مافيا الدروس الخصوصية لتعليم أبنائه، وها هو يقدمهم للوطن جنود في ساحات العمل والفداء إذا اقتضت الضرورة. لذلك نسأل عن ذلك المستشار المؤذي أو اللجنة القاتلة باحتراف التي صاغت القانون ونسيت إصدار اللائحة التنفيذية. إن ما نراه يوميا لا يليق بدولة العدالة، دولة مصر الحديثة البازغة في 30 يونيو العظيم. الحقوق والواجبات هما كفتي ميزان، وطالما سدد المواطن التزاماته وواجباته صار حصوله على حقوقه أمرا بديها لا يحتاج إلى مراوغة أو وجع قلب. الفباء تعاقد في الدنيا هو أن العقد شريعة المتعاقدين، وبما أن هؤلاء الضحايا تعاقدوا مع التأمينات على حقهم في التقاعد بعد 20 عام، يصير لزاما على التأمينات الوفاء بتعاقدها، إلا إذا كانت الأخيرة راغبة في زيادة الاحتقان بالمجتمع ولجوء المتضررين للقضاء الذي سينصفهم ولو بعد حين. وإلى لقاء جديد بكم، دمتم لنا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.